في واحد الصيف في عام 1518 واحد الصباح هادئ في ستراسبورغ فرنسا. الحياة كانت عادية بحال أي بلاصة، ناس عايشين مستمرين في حياتهم، حتى لواحد النهار بدات واحد المرأة كتشطح في الزنقة بوحدها بلا موسيقى، بدون أي سبب، غير من فراغ. الناس ما فهموا في الأول والو، بداو غير كيضحكوا، ولكن مورا ساعات الضحكة هربات من وجوه الناس. المرأة اللي كتشطح وجهها ولا سخفان من كثرة الرقص، الجسم كله عرقان وبين فيه علامات التعب، ورغم ذلك ما حبساتش. وصل الليل والوقت اللي خص ينعس فيه الناس، ولكن المرأة مازال كتشطح وما قدراتش تحبس. لا غد ليه رجعوا للبلاصة فين كانت فيها المرأة ولقوها مازال كتشطح، باقا عيانة وسخفانة ولكن مازال كتشطح. ولكن الصدمة انها تبعوها ناس اخرين، تبعوها وبداو كيشطحوا بحالها، رجال، عيالات، دراري صغار، بحال كيتجروا بشي قوة فوق الطبيعة. بقاو كيشطحوا حتى رجليهم ما بقاتش عندهم القدرة، ولاو تعبانين بزاف، والاستسلام بدا كيبان في وجههم. بقاو مستمرين حتى بدا كيطيح واحد بواحد وقلبهم كيوقف. بكثرة داك الرقص اللي كان استمر ليالي وايام، فدوك الناس اللي كانوا بداو في الاول كانوا بداو كيطيحوا واحد بواحد، قلبهم كيوقف وبداو كيودعوا الدنيا. بقى هادشي موضوع نقاش ما بين الناس العلم. شنو هو هادشي اللي وقع؟ واش لعنة ولا عقاب الهي ولا شي حاجه اكثر؟ ربما شي حاجه انتشرت في العقول ديال الناس في عوض الاجسام، ربما هادشي معدي، واحد يقدر يعادي الاخر، او لا شي جنون من نوع اخر. كاين اللي كيقول راه سحر ولا سم دار في الخبز ولا شي روح كتسعى للانتقام. ولكن كيفاش رقصة وحدة تخلق بحال هذا الدمار؟ مازال لحد الآن المؤرخين والعلماء كيبحثوا في الحقيقة. واش كان شي عفن في الطحين ولا شي هستيريا ولا الضغط وستريس من الجوع والخوف؟ فتا واحد ما عارف. فهذه كانت قصة حقيقية اللي وقعت في فرنسا في 1518 وخلقت بزاف ديال التساؤلات والفضول عند الناس. تسمات The Dancing Plague، بالعربية رقصة الطاعون.